تأكيدا على دعمها للمغرب وقضية الصحراء المغربية، الإمارات بدأت بتسليم 30 مقاتلة حربية متطورة من طراز ميراج 2009 مصنعة في فرنسا والمزودة بأقوى التقنيات الأمريكية. ولكن الجزائر عبرت عن غضبها من الدعم الإماراتي والغير مسبوق لقضية الصحراء المغربية. في نفس السياق نشرت صحيفة إسبانيا هذا الخبر وأكدت بأن تحسن العلاقة بين المغرب وفرنسا دفعها للموافقة على منح الضوء الأخضر للإمارات على منح المغرب 30 مقاتلة حربية متطورة جدا. وكانت الإمارات تحتاج إلى الموافقة الفرنسية على منح المغرب 30 مقاتلة حربية، وهذا بند شائع جدا في إدارات الأسلحة والمواد الحساسة بين الدول. وكانت أبو ظبي قد أبرمت صفقة شراء 80 مقاتلة حربية مع فرنسا في عام 2021، وبهذا سيحزز المغرب أسطوله بمقاتلة ميراج 2009. وكان المغرب وفرنسا حليفان استراتيجيان قبل أن تشهد علاقتهم الدبلوماسية صراعات قوية جدا في السنوات الماضية بسبب سعي الرئيس الفرنسي ماكرون إلى التقارب مع الجزائر وقطعها آنذاك علاقته الدبلوماسية مع الرباط سنة 2021. ولكن في الأشهر القليلة الماضية عادت العلاقة المغربية الفرنسية إلى مجاريها مجددا، وشملت زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى المغرب وتوقيع على عدة اتفاقيات مشتركة بين البلدين، أهمها استثمارات ضخمة سنشهدها في الصحراء المغربية. وكانت أبو ظبي قد واجهت معارضة فرنسية في السابق على تسليم المغرب لمقاتلته الحربية بسبب أن فرنسا هي مصنعة المقاتلات الحربية ولها كامل الحق في اعتراض أبو ظبي على تسليم هذه المقاتلة إلى المغرب. ومع عودة العلاقات المغربية الفرنسية إلى مجاريها منحت فرنسا الضوء الأخضر للإمارات من أجل تسليم المغرب هذه المقاتلات الحربية. وتعتبر طائرة ميراج 2009 والتي ستمنحها الإمارات للمغرب في إطار التعاون العسكري بين البلدين هي أحدث وآخر نسخة تم تصنيعها خصيصا للجيش الإماراتي.